بصوا بقى يا جماعه، تعالوا اقول لكم اشتريت ايه من البقاله او من المحل اللي هو ايه بتاع العطاره يعني والكلام ده كله. بصوا اشتريت 4 كيلو رز. قلت له كل 2 كيلو لوحده يعني عشان الرز بيتقطع، فاهميني؟ فجبت 4 كيلو رز. تمام. ما عنديش رز كتير، شويه اصلا صغيرين، ممكن يدوب على قد وجبه يعني. فجبت 4 كيلو. الكيلو ده بقى يا بنات عامل 25 جنيه. عايزه اقول لكم ده رز سايب، وبصوا من ساعه ما جربته وانا بجد ما بغيرهوش نهائي نهائي نهائي. بجيبه من واحد في السوق اللي بجيب منه. تمام. يعني انا بنزل السوق وبجيب فيه محل هناك بيبيع بقى الحاجات دي، فبجيب منه على طول بصراحه من المنزل يعني. ف جبت 4 كيلو، ال4 كيلو دول عاملين 100 جنيه. جبت كمان ازازه زيت، اللي هو زيت شطاره، دي اللي هي اللتر او اللي هي كيلو يعني اللتر. دي كانت عامله 65، هي اصلا متسعره اهي، شايفين؟ متسعره ب65. تمام. الزيت عندي اللي هو يعني انا عندي زيت تموين بستخدمه للقلي، وفي بقى زيت بقى للاكل بقى، مثلا طبق فول حاجه كده تبقى محتاجه شويه زيت ايه من اللي هو الزيت ده. فجبت الازازه دي كانت عامله 65. جبت كمان ربعين عدس بجبه. بصوا هو العدس انا مش متذكره سعره، بس هو رينجو 10 12 في الحدود دي. تمام. هبقى اساله المره الجايه. جايبه ليه ربعين عشان خاطر ربع هعمله عدس بجبه، وجبه عدس بجبه. تمام. والتاني ده هبقى اعمل بقى كشري ايه مصري. تمام. هعمل بقى الكشري المصري، فمحتاجه ايه عدس. اصلا ممكن الكشري المصري محتاجش الكميه دي كلها، هحتاج نصها يعني. فقلت اجيب ايه ربعين. بصوا كنت عايزه بقى اكياس صلصه اللي هي هارفست وما لقيتش عنده، فاضطريت اجيب هاينز. هو الواحد ده عامل 5 جنيه. تمام. فانا جبت خمسة يعني من الكيس الصلصه دي بقى بتنفعني. بزود فيها لون الصلصه وطعم الصلصه بيبقى اكتر مع الصلصه اللي انا بعملها يعني، اللي انا بفرزها. تمام. انا جبت بقى 5 اكياس. جبت 5. معلش لو الصوت فيه صوت مزعج. الكيس كان عامل 5 جنيه. تمام. فانا جبت دول ب25. كمان جبت بقى الشريط المرقه ده كان عامل 5 جنيه برضو. تمام. هما 6. كمان جبت ايه ازازه خل، برضو ما كنتش لاقيه هارفست، فجبت هاينز. ازازه الخل تقريبا على ما اتذكر عامله 30 تقريبا يعني، اهي، عشان برضو الخل عندي خلص. جبت بقى كمان كيسين سكر، بس انا استخدمت كيس يعني. بصوا انا الكيس ده انا مستخدماه. المشتريات دي انا بعرضها معاكم تاني يوم من انا يعني ما اشتريتها. انا ما عنديش سكر خالص، سكر التموين لسه ما جبتوش. استخدمت كيس اهو، فرغته. وادي الكيس التاني اهو، اسمه مليكه، ده ب 30 جنيه الكيلو. بصوا بقى عشان انا هعمل كفته رز وما عنديش المطحنه، فقلت ايه اجيب. سالته على رز مطحون، اللي هو الرز المطحون ده الابيض ده. قال لي عندي الكيلو ب30. فانا جبت نص كيلو. النص كيلو دول عاملين 15 اهو، عشان هعمل كفته رز. وجبت ب5 جنيه بيكربونات او اللي هو البيكنج صودا، عشان يعني ايه ممكن ابقى احتاج منها قولوا معايا لكفتة الرز. ممكن في عندي بنطلون كده لونه ابيض يعني بعد ما غسلته ونشرته وانا بنشره لقيته مصفر، يعني في نقط صفرة. فشفت كده وصفة على النت طريقة ازالة الاصفرار، فمن مكوناتها البيكنج صودا. هبقى اعملها معاكم. تمام. عشان اقول لكم هعملها ازاي. فانا جبت ب5 جنيه. الشوية دول عاملين 5 جنيه. وجبت من صابون المواعين. انا الفوز كانت خلصت بقى معايا، بس كنت محتاجه اجيب صابون مواعين.
قلت اجيب لتر، فهو قال لي اكمل لك بال10. هو اللتر عنده ب8 جنيه، اللي هو الصابون المواعين الاصفر. فدول يعتبر كيلو او لتر وربع، عاملين 10 جنيه. جبت برضو، قلت ايه ابقى اجيب تاني لما انزل. في حاجه بس نسيتها، النشا. كنت عايزه اجيب نشا ونسيت، فمش مشكله، في اي وقت ابقى اجيب. بس كده، ادي كده ايه المشتريات بتاعتي. تعالوا بقى ايه نرصها بقى مع بعض كده ونتكلم مع بعض شويه. ونقول صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين على احلى اخوات في الدنيا دي كلها. طمنوني عليكم وعلى اخباركم واحوالكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله بقى زي ما انتم شفتوا كده فيديو مشتريات جايباها، يعني ايه تنفعني بقى كده ايه تزق معايا باقي الشهر يعني. تمام. انا بحب كده اشارك معاكم كل حاجه انا بشتريها وكل حاجه انا بعملها، بناخد منها افكار برضو مع بعض وبنتشارك الحاجات دي كده مع بعض. فيا رب يكون الفيديو بجد مفيد بالنسبه لكم، وعايزاكم تقولوا لي رايكم فيه تحت في التعليقات. ولو حابين بقى طبعا نكتر من النوعيه دي، تمام، قولوا لي واكتبوا لي. النسبه اللي قالت لي ايه عايزين حصاله رمضان اعمليها معانا ان شاء الله باذن الله. بس مش الفيديو ده، يعني مش الفيديو ده ولا اللي جاي، لان انا اصلا مصوره يعني ايه فيديوهات. وقلت بقى انزلها معاكم يعني. ففي واحد ان شاء الله النهارده هينزل معاكم بالليل، ده اللي هو مشتريات بقى السوق وكده، فاتفرجوا عليه بقى. تمام، هنزله لكم بالليل. فان شاء الله باذن الله زي ما قلت لكم كده هنظبط مع بعض بقى موضوع حصاله رمضان. وعلى فكره يا جماعه، حصاله رمضان بس مش واقفه على ان انتي تحوشي فلوس وتجيبي وقتها، لا انتي ممكن تبداي تشيلي حاجات تخزني حاجات يعني من الوقت ده. واكتر حاجه بصراحه بفضل انها تتجاب، لان احنا طبعا في صيف وحر و... وما ينفعش ان احنا نجيب حاجه ونخزنها في الوقت اللي احنا فيه يعني. هو اكتر حاجه يعني ممكن يعني نبتدي احنا مثلا نجيب ايه خضار فاكهه، الحاجات اللي هي بتبقى موسميه اللي احنا مش بنلاقيها غير في الصيف بس، ومش بنلاقيها في وقت الشتاء. فالحاجات دي ممكن تقدروا تظبطوها وتخزنوها. طبعا الطماطم لازم تتعمل معاكم، بصل، الكلام ده كله الحاجات اللي هي ايه يعني خاصة بالفريزر. اما بقى البقوليات والحاجات دي كلها مش دلوقتي، لان زي ما قلت لكم الحر اللي احنا فيه ده والفرهده اللي احنا فيها دي الحاجه بتبوظ. يعني عايزه اقول لكم انا في ساعات حاجات ببقى حطاها في دولاب المطبخ، يعني ساعات الاقيها باظت عندي بسبب ايه الحر. فبقيت بقى مثلا في حاجات بحطها في التلاجة عندي، حتى لو ايه بقسماط مثلا، دقيق، الحاجات دي كلها بقيت احطها عندي في التلاجة في الفترة اللي احنا فيها، عشان برضو ايه زي ما قلت لكم ما تبص بقى مني وتسوس وكده. فنستنى يعني بالنسبة للخزين نستنى، لكن احنا ممكن نقدر نحوش ونيجي بقى في فترة معينة كده نبقى نفتح بقى الحصالة ونجيب بقى شوية حاجات. عايزة اقول لكم كمان ان انا عندي حاجات من رمضان اللي فات، يعني عندي اللي هو العناب او الكركديه يعني. وعندي خروب. يعني في كذا حاجة فاهمني، في كذا حاجة عندي من رمضان اللي فات، بس انا طبعا ايه محافظة عليهم وكده. فانا مثلا الحاجات دي بتقعد عادي من السنة للسنة. ببتدي بقى ايه قرب رمضان كده بشوف ايه النواقص اللي عندي وابتدي اشتريها. وقبل رمضان كده بشهر ولا بشهرين، في الجو بقى اللي خلاص بيكون الجو بقى ساقعة وتقدري ان انتي تشيلي وتخزني حاجات، فببتدي بقى كل نزلة سوق اجيب كده حاجات واشيلها عندي فاهميني. بس طبعا زي ما قلت لكم حصاله رمضان ضروريه جدا، هنعملها ان شاء الله مع بعض وهشارك معاكم الحاجات دي باذن الله. وعايزه اقول لكم انا مبسوطه قوي من تعليقاتكم على الفيديوهين اللي فاتوا اللي انا نزلتهم. الناس بقى اللي لسه ما شافتهاش، اللي ما شافتش يعني الفيديوهات دي، تروح تتفرج عليها وان شاء الله كده تستفاد منها. بس هنا بقى كان عندي البوتاجاز بقى كان زي ما انتم شفتوه ده مدهن وكان مكبوب، يعني كان فيه لبن فاير. وانا ما عنديش مزيل للدهون خلاص عندي. فالمهم قلت لا يعني ايه احط كده شويه ميه سخنه على الدهون دي وابتدي بقى ان انا اغسل بقى البوتاجاز كويس. وزي ما قلت لكم قبل كده، عيون البوتاجاز دي يا جماعه انا اصلا يعني مهما ادعك فيها برضو بتفضل لونها زي ما هو. فمحتاجه ان شاء الله اجيب قطع غيار. كنت قلت لجوزي وكده وكان قايل لي تمام، يعني هيشوف بقى الموضوع ده عشان غير العيون يعني. فعشان زي ما قلت لكم هو مهما نضف فيها هي خلاص هي اخدت اللون ده والاكسده دي. ف
ان شاء الله بقى اغيرها كده باذن الله. بس طبعا ده ما يمنعش ان انا انضف البوتاجاز كويس والمعه. شايفين اللمعه عامله ازاي؟ فاول باول كده يعني. بس كده خلصنا كده البوتاجاز وخلينا الدنيا زي الفل حرفيا. تعالوا بقى، كان عندي دورة غسيل، قلت بقى كده انشر الغسيل ده. دي دورة الغسيل اللي هي ايه، الطقم اللي كنت شايلاه من على الصالون او الانتريه بتاعي. عايزه اقول لكم فاضل فتره كده مركون بره، يعني غسلت عليه كام غسله، كذا غسله من هدومنا عادي وكده والمفروشات. فهو بقى فضل بره وعامل لي كركبه رهيبه، كان عامل لي كركبه رهيبه في المطبخ، ولاني ثبت الغسيل يعني فيه هدوم، فكنت بخلص اللي في السبت الاول. فعبال بقى ما خلصتها وكده، فقلت بقى يلا بالمره اغسلهم عشان اشيلهم يعني. بس طبعا انا رصيت معاكم بقى الحاجات، المشتريات اللي انا جبتها. زي ما قلت لكم دي مشتريات، حاجات من مشتريات شهر 8 بتكفيني كده، بتقعد معايا برضو فترة، 10 ايام 15 يوم يعني، بيقعدوا معايا فترة كده حلوة. حاجات بقى يعني لو حاجات مثلا جدت عليا بجيبها، الكلام ده كله. عندي بقى مكرونات كنت مثلا، اسلام كان ساعات بيجيبها لي من التموين. بجيب انا مثلا لو حاجات ناقصه عندي كده يعني. على مدار بقى الكام يوم مثلا اللي انا جايبه فيهم حاجات، لو حاجه نقصت عندي فجاه ولا حاجه بشتريها، بتبقى خفيفه. تعالوا بقى هنا نعمل الغدا مع بعض. بصوا بقى دول وركين كده، كنت شايلهم في الفريزر. دي مش من المشتريات اللي انا عاملاها اللي فاتت، لا، دي كانت وركين كانوا عندي من مشتريات يعني، من الفتره المره اللي قبلها، تمام. فطلعت طبعا، بحب اخلص كده الحاجات القديمه الاول. آه طلعت بقى كده الوركين طبعا، كنت منضفاهم ومظبطاهم ومخليهم زي الفل. وبدات بقى ان انا كده ايه، قطعتهم. يعني عايزه اقول لكم ان الوركين بيكفونا احنا، انا بالنسبه لنا انا واسرتي يعني، الوركين بيكفونا جدا يعني. الولاد بياخدوا الدبابيس، وانا واسلام بناخد الجزء التاني. فنزلت كده بحته سمنه، ونزلت بقى عليها كده بقطع الفراخ دي، شوحتها كده على الوشين. طلعت بقى طماطمايه قطعتها، وبصلايه قطعتها، ورق لوري، وحبهان. بس هبتدي بقى اقلب. انا مش هحط بهارات خالص دلوقتي، هحط في الاخر يعني. الشوربه عامل لما الاقي الفراخ استوت وكده خلاص، هبتدي بقى ان انا احط بقى ايه، ملح وفلفل اسمر. هنا بقى طبعا كنت بغلي ميه، وببتدي بقى اطلع الريم، او اللي هي الزيادات اللي بتبقى الرغاوي، او بيقولوا عليه الريم، اللي بتبقى موجوده طبعا، سواء بقى فراخ سواء لحمه، لازم تطلعيها. لان هي دي الحاجات دي، عارفين لما طلعتش ريحه الشوربه ما بتبقاش حلوه، بتبقى زفره كده. فالحاجات دي كلها تطلعيها كده وتشيليها كلها. عايزه اقول لكم انا مليت البوله دي اللي انا بطلع فيها، وعملت كمان حبه كمان، بس عملتها يعني من ورا الكاميرا. وطبعا بقى معايا شويه ميه، عشان لو الميه نقصت هزود تاني. طبعا بقى بتنفعك شوربه الفراخ في كذا حاجه، او شوربه اللحمه. يعني انا مثلا عملت الاكل النهارده اهو، استخدمت بقى من الشوربه يعني في تسويه. النهارده هنعمل مع بعض ملوخيه، فعملت الملوخيه بالشوربه وكده. وطبعا كان فاض شوربه. الشوربه بقى دي انا بشيلها بقى في الفريزر، واطلع بقى الكيس كده يوم بقى ما يكونش عندي لحوم، يوم ما يكونش عندي حاجه. لو انا عامله مثلا فراخ مشويه وعايزه شوربه، وعامله مثلا محشي او عامله طبيخ وما عنديش شوربه، بطلع بقى الكيس ده وايه، واحطه يعني ايه على الحاجه اللي انا بطبخها او اللي انا بعملها، بتبقى حلوه. بس المهم بقى كده ايه، خلاص كده الفراخ كانت استوت اصلا. انا هنا الجزء الاخير منها عملت، بس حطيت بقى ملح، حطيت فلفل اسمر، وقلت اعمل معاكم الرز الاول قبل الملوخيه. لان الملوخيه اصلا يعني في ساعتها يعني مجرد، عارفين، مجرد ما خلصت الملوخيه وحمرت الفراخ، كان الرز استوى. فببتدي بالحاجه اللي بتاخد وقت الاول. هنا طبعا بطلع بقى قطع الفراخ عشان ما تتهريش مني. هي انا اصلا كنت موقفه النور يعني، طافيه النور. شايفين بقى الشوربه عامله ازاي، بيور كده وجميله. هي طبعا عشان حاطه بقى قطعه سمنه، وهي اصلا انتوا عارفين الفراخ او اللحوم عامه بتنزل دهن كده برضو. بس هي بصوا صافيه وجميله وزي الفل. هنا بقى ايه، عملت الرز، حطيت بقى كده ايه مكعبين زبده، وحته سمنه صغيره، يعني ممكن سمنه او زيت يعني براحتك يعني. والله ما فاكره انا حطيت زيت ولا سمنه مع الزبده. بس عشان يعني ايه، شايفين الزبده بتعمل رغاوي كده، وممكن لو ما حطيتش معاها حاجه بتتحرق. شوحت كده بقى ايه شويه شعريه كده، حمرتهم، ونزلت بقى بالرز كنت غسلاه. بس وطبعا انا لو فاض عندي رز، يعني لو انا عامله رز وفاض عندي رز،
عادي يا جماعة. تاني يوم بسخنه يعني بيبقى زي الفل يعني. برشش كده عليه شوية مية، واطلع مثلا حتة زبدة او حتة سمنة على الوش كده واقلبه، بيرجع كأني لسه عاملاه. ولو حسيت ان الكمية صغيرة وعايزة اكمل، بعمل في حلة تانية، يعني حلة تانية تكون نظيفة او جديدة يعني. بعمل شوية كده على قدنا، واقوم بقى واخدة القديم بعد ما بيتشرب الرز، واقوم واخدة القديم خلطاه على الجديد، بيبقى برضو ايه لسه جديد. هنا بقى ايه قلت اعمل كمان الملوخية. طبعا الرز خلاص كنت ايه نقلته على العين اللي ورا دي. قلت بقى كده ايه عبال ما يغلى كنا انا ايه حضرت كده الملوخية. طبعا الملوخية انا بجيب ايه شوربة، بصفيها الاول، بعد كده بحط بقى مكعب مرقة، بحط شوية سكر، بحط كزبرة، بحط توم ني، بحط ايه تاني، بحط صلصة، معلقة كده ولا معلقتين صلصة بس. وهنا بقى انا حطيت التاتش بتاعي، حطيت بقى ايه حتة فلفل كده اللي هو الشطة، حطيت حتة كده صغيرة. عايز اقول لكم عطله طعم حلو قوي، اعملوه كده هو ني، بيبقى ريحته تحفة يعني. بس هنا بقى عبال ما عبال ما الشوربة برضو تغلي. هنا كانت بصوا كان الرز اتشرب اهو خلاص. بصوا مشغلة نفسي من كذا حتة يعني. هنا كنت بجيب بقى الغطا بتاع الحلة، معرفش فيه ايه، كل ما اطلع غطا الاقيه مش هو. اقول لكم بقى في نفس الوقت والشوربه بتتعمل، قلت برضو اعمل الايه الطشه. حطيت برضو مكعبين زبده، وحطيت بقى توم، حبه توم كده حلوين، ورشه من الكزبره. اسيبها بقى كده تتحمر يعني. وانا بقى بصوا الشوربه بدات بقى تغلي. بصوا انا كنت كان من كام يوم، لا مش من كام يوم، من اسبوع وشويه او من 10 ايام، كان اسلام وهو جاي يعني من الشغل لقى ملوخيه وكده، فقال لي انت عايزه ملوخيه؟ كنتش جبت في المشتريات المره اللي قبلها، فقلت له تمام. فجاب لي زي كيلو ونص، وبصراحه ماما اللي عملتهم لي يعني، هي اللي فرزتهم لي، عملت لي كيستين يعني. فعايزه اقول لكم الملوخيه يا جماعه الخضراء بجد بجد تحفه 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 عن المتفرزه بياما بمراحل بمراحل، مفيش وجه مقارنه اصلا يعني. فبجد لا، جيبوا الفتره دي يعني. انا حتى كنت بقول ايه لما انزل المره الجايه ان شاء الله اجيب كميه، يعني مثلا اجيب 5 كيلو ولا حاجه وافرزهم في الوقت اللي مبيبقاش فيه ملوخيه خالص، احلى بكتير من المتفرزه. بجد فعلا طعمها مختلف نهائي، طعمها كده حلو قوي. فبصوا يعني مجرد بس ما طلعتها من الفريزر كده نزلتها يعني في الشوربه. هنا بقى كنت بدوقها، كنت عايزه بس شويه ملح بسيطه. فعايزه اقول لكم بقى الملوخيه يا جماعه جيبوها وخزنوها في الفتره دي، بجد حلوه. هتنفعكم بقى قدام يعني. حتى لو شلتوا مثلا 4 5 اكياس كده في الفريزر معاكم في وقت اللي هو مبيبقاش فيه ملوخيه، يعني بجد بتبقى حلوه، تنفعكم بقى في الاكلات والحاجات دي. وانتوا عارفين بقى طبعا ان الشتاء بيجوع يعني، بيحب الاكل ويحب الطبيخ بالذات، فكتروا بقى. هنا بقى نقلت الطشه بقى العين الكبيره كده، قلت عشان ننجز يعني. خلاص الاكل بصوا مجرد ما سلقت الفراخ الاكل ما خدش وقت يعني. عايزه اقول لكم انا ما طلعتش مثلا من المطبخ اللي هو انا عملت الفراخ ومشيت، لا ده انا مجرد ما سويت كده والفراخ يعني سلقتها وعملت كده كام حاجه وانا واقفه في المطبخ، خلاص يعني اللي هو لقيت نفسي بعمل الاكل. يا دوب بصوا خلصت الاكل من هنا، لقيت اسلام دخل جه. بس هنا بقى طبعا كنت حمرت بقى الفراخ شويه زيت كده وحمرتها، وشويه عليها بقى بعد ما اتحمرت شويه فلفل اسمر وملح، وطلعت طبق مخلل فيه زيتون مخلل مشكل وكده. ودي بقى الاكل بتاعنا. اتمنى انه يكون عجبكم، اشوفكم بقى في فيديو جديد على خير. باي باي.